صوت مصر من القاهرة يقدم في طريق النور، تصحبكم فيه إيمان علوي. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج. إخوة الإيمان، اهتم القرآن الكريم بذكر اليهود وأخبارهم وأفعالهم، وإن كان سماهم بأكثر من اسم، فتارة يتحدث عنهم ببني إسرائيل وتارة أخرى باليهود. فما سبب ذلك وما دلالته؟ هذا ما سنعرفه من ضيف حلقة اليوم، فضيلة الشيخ ماهر خضير من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. أهلا بفضيلتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، بداية نقول لماذا هذا الاهتمام البالغ بذكر اليهود في القرآن الكريم بهذا التفصيل وتلك الدقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. الكلام عن اليهود وعن قضية اليهود والمشكلة اليهودية هي قضية تعتبر من أعوص المشكلات، وهم خطر داهم مدمر يهدد الأمة الإسلامية. والقرآن الكريم أوضح لنا وجل لنا كثيرا من الحقائق حول المشكلة أو حول اليهود بصفة عامة. فاليهود بطبيعتهم كما عرفنا وكما سنرى من القرآن الكريم وعرفنا كتاب الله عز وجل قوم مغالطون ومخادعون ومحرفون، لذلك هم يقدموا ويتعمدون أن يقدموا أنفسهم في صورة القوة والعظمة، ورسموا حولهم هالة ضخمة وأن دولتهم دولة لا تقهر وأنها باقية للأبد. إلا أن القرآن الكريم أوضح لنا حقائق كثيرة جدا ينبغي على كل مسلم أن يكون على دراية بها وأن يقف عليها وأن تتضح له وضوحا جليا. وعلى هذا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نقدم بعض من صفات وطبائع الشخصية اليهودية إن شاء الله، وقدر لنا في لقاء قادم إن شاء الله تعالى كما وصفها القرآن الكريم. لكننا سنرى أن القرآن الكريم قدمها على أنها شخصية معقدة ومحرفة ومحرفة ومشوهة وحاقدة، وأنهم قوم لا عهد لهم ولا خلاق لهم ولا دين لهم. بداية يعني إيه الحكمة كما تفضلتي؟ ما الحكمة من التفصيل القرآني لقصة بني إسرائيل؟ في أكثر من موضع يعني نجد أن الله عز وجل ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم في 41 موضع تكلم القرآن الكريم عن بني إسرائيل. ايه الحكمة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا ووضح لنا قصة بني إسرائيل. اولا ان بني إسرائيل هم اول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة المنورة، وهم اول من احتضن، بل هم الحاضنين الاول للمنافقين في المدينة المنورة. امدوا المنافقين في المدينة المنورة بوسائل الكيد والحرب والعنت للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك وضح لنا القرآن هؤلاء القوم الذين حاربوا الدعوة الإسلامية. أيضا بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير، وامتداد تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة وقعت الانحرافات في عقيدتهم، فوجب أن يكون عند الأمة الإسلامية دراية، لأنها هي الوارثة للرسالة، وينبغي أن تكون واقفة على تاريخ هذه الأمة. أيضا يقولون بأن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف ووقائع شتى في المدى الطويل. كان بنو إسرائيل لما نشوف الوقائع بتاعتهم في القصص بتاعتهم نلاقيهم ان هم لهم وقائع كثيرة جدا واحداث
كثيرة جدا في ذبح البقرة وفي غير ذبح البقرة، وفي كلامهم مع سيدنا موسى عليه السلام، وما فعلوا مع سيدنا موسى، وأحوالهم مع سيدنا موسى، وأيضا مع سيدنا عيسى عليه السلام، لأن طبعا بنو إسرائيل هتشمل الفترة من موسى عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام. كل دي فترة سيدنا عيسى طبعا مرسل لبني إسرائيل أيضا، كان بالأخص لبني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام. فنلاقي إن بنو إسرائيل فترتهم فترة طويلة جدا. في خلال الفترة الطويلة ديت، وأيضا مع نبي الله داود ومع نبي الله سليمان، سنجد أحداث طويلة، أحداث عظام جدا. فيقولون الفترة الطويلة ديت مرت فيها وقائع. الوقائع ديت مؤكد الأمة الإسلامية ينبغي أن تقف عليها، لأن الأمة الإسلامية هي الأخرى سيمتد التاريخ بتاعها، سيمتد إلى قيام الساعة، لأنها هي الأمة الخاتمة. فضيلة الشيخ، هل الشخصية اليهودية تحمل هذا الميراث منذ آلاف السنين بنفس الطبائع ونفس الخصال التي كانت عليها من أيام داود وموسى وكل هؤلاء الأنبياء، لأن هم أكثر الأمم التي جاءت لها أنبياء؟ نعم. وهنا أيضا يقول العلماء في المسألة، ربنا على كلام حضرتك، أن العلماء يقولون هل اليهود المعاصرون الآن هم نفس طبائع اليهود الذين كانوا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو في عهد سيدنا عيسى، أو في عهد سيدنا داود، أو في عهد سيدنا موسى عليه السلام؟ نعم، يقولون هم نفس الطبائع التي كانت في عهد سيدنا موسى عليه السلام، من لدن سيدنا موسى عليه السلام، هي نفس الطبائع الموجودة الآن. والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بذلك، لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم ووضحهم وجلهم لنا، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى فيما هو قادم بإذن الله تعالى أن فعلا نفس الطبائع التي ذكرها ووصفها لنا ربنا تبارك وتعالى، وأن نفس القوم ونفس العقلية التي تعاملت مع سيدنا موسى عليه السلام هي نفس العقلية المعاصرة الموجودة الآن للشخصية اليهودية هي. ولكن كما يقولون بأن هناك يعني يوجد فرق حينما نتكلم عن التخصيص بقى اليهود وبنو إسرائيل، وهذا هو الكلام. هو محور هذه الحلقة، هنعرف الفرق بين اليهود وبني إسرائيل وقوم موسى. نعم. المؤرخون يقولون بأن المؤرخون قديما وحديثا يعني تكلموا وتساءلوا عن حقيقة وماهية اليهود أو بنو إسرائيل أو أهل الكتاب أو قوم موسى عليه السلام أو العبرانيون، من هم؟ فقالوا بأن اليهود سموا يهودا لم يسميهم الله عز وجل يهود. يعني الله عز وجل ما سماهم يهود، وإنما هم الذين سموا أنفسهم وصار علما يطلق عليهم عرفوا به، وخاطبهم القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم باسم اليهود الذي اختاروهم لأنفسهم. أما الله عز وجل فلم يسميهم يهودا، لم يسميهم الله عز وجل، ولكن هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم، كما قال الله تعالى على لسان اليهود في سورة الأعراف: واكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. ابن كثير رحمه الله بينقل عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابراهيم التيمي وقتادة وابن جرير قال إنما سميت اليهود بهذا الاسم لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. إنا هدنا إليك بمعنى تبنا أو عدنا. نعم. فالهود معناه عدنا إليك، تبنا إليك، رجعنا إليك، أنبنا إليك، فسموا بذلك كما قال ابن منظور: اليهود التوبة، أي هذا يهود، يعني عاد إليهم مرة ثانية. وهناك من يقول بأنهم سموا يهودا لأنهم كانوا يهودون، أي يتحركون وهم يقرؤون التوراة، لما يجي يقرأوا التوراة يتلهم يهتزون يتحركون، سموا يهود لذلك، وهذا مستبعد أيضا. وهناك من يقول بأنهم سموا يهودا نسبة إلى يهوذا، أحد أبناء الأسباط، سموا نسبة إليه، وإلى هذا القول ذهب كثير. المقصود أنهم أطلق عليهم اسم اليهود من هنا، سموا يهودا، قيل من الهود من التوبة، وقيل من الاهتزاز والحركة، وقيل سموا نسبة إلى أحد ملوكهم وأنبيائهم، وكان يسمى يهوذا. أيضا حتى نربط الأمور ببعضها البعض، يطلق عليهم بنو إسرائيل. هذا الاسم اليهود نودوا به كثيرا في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل.
نعم. وسنجد من خلال نصوص القرآن الكريم كثيرة أن الله عز وجل يناديهم بهذا الاسم. يعني ماذا يعني بنو إسرائيل؟ يعني أن الله عز وجل ينسبهم إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، لأننا كما نعلم. أيوة. نعم. يعني إسرائيل هو يعقوب. نعم. إسرائيل هو لفظ واسم عبري معناه عبد الله. إسرائيل يعني تعني عبد الله، فهذا الاسم أطلق على سيدنا يعقوب عليه السلام. أيوة. ومنه أن الله سبحانه وتعالى قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام. نعم. فالله سبحانه وتعالى أطلق عليهم بنو إسرائيل وكان يناديهم ببني إسرائيل. ابن كثير رحمه الله يقول كلاما لطيفا في هذه المسألة. يقول الله تعالى أمر بنو إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل عليه السلام وهو نبي الله يعقوب. وكأن الله عز وجل يقول لهم يا بني العبد الصالح المطيع كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع افعل كذا، يا ابن الشجاع فارز الأبطال، يا ابن العالم تعلم العلم. فمن هنا كان الله عز وجل يناديهم تلطفا وتحببا وتوددا. بنجد الخطاب القرآني بيستعمل ده زي ما يا أخت هارون مثلا. نعم. اسلوب ملطفه واسلوب جذب انتباه، كأن الله عز وجل يعني يهيج لديهم عاطفة ويذكرهم بسيدنا يعقوب عليه السلام، فهو نبي صالح كريم. فكأن الله عز وجل يقول لهم أنتم أبناء النبي الكريم وأبناء النبي الصالح، وأنتم الأحق والأولى باتباع الحق واتباع محمد. فشوف ده أسلوب القرآن الكريم يناديهم به. نعم. فبنو إسرائيل هم سلالة سيدنا يعقوب عليه السلام، والذي كان اسمه كما قلنا بأنه كان اسمه إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يناديهم تارة بنو إسرائيل ويناديهم تارة باليهود. فما الفرق؟ نعم. فما الفرق؟ العلماء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى حينما كان يتكلم وينادي بني إسرائيل ويتحدث إلى بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه عليهم وفضله عليهم وآلائه عليهم كان يقول يا بني إسرائيل. ولكن حينما يتكلم الحق تبارك وتعالى عن ذكر صفاتهم من أنهم يعني يردون الحق وأنهم يخادعون وأنهم يحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون الآيات، كان الله عز وجل يقول لهم ويناديهم باسم اليهود. باسم اليهود. فهنا يقولون بأن بنو إسرائيل ليس كلهم يهود، وإنما قد يكون اليهود كلهم ينسبون إلى بني إسرائيل. فلفظ بني إسرائيل عام، فقد نجد في بني إسرائيل منهم من يسلم ويحسن إسلامه، زي ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق وخير يهود، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان منهم الطائعين وأسر بعبادي، يعني أحيانا كان المولى عز وجل بيطلق عليهم أنهم عباد، يعني أكيد كان هناك مؤمنين حول موسى ثبتوا ولم يرتدوا ولم يطالبوا بعبادة العجل وتلك الصفات التي تدل على النقيصة يعني تنزل عليهم. نعم. يعني سبحان الله. فنجد أن مثلا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى النداءات حينما كان يقول يا بني إسرائيل، يقول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله. في تعليم راح فيقول يا بني إسرائيل، في تعليم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بنعمها عليهم، كأن الله عز وجل يهيج لديهم عاطفة اتباع الحق. يقول الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فهنا حينما كان يذكرهم بنعمه وآلائه وفضله عليهم يقول لهم يا بني إسرائيل. أما إذا ما جاءهم الحق وتمردوا على الله وتمردوا على رسوله صلى الله عليه وسلم يناديهم الله سبحانه وتعالى بلفظ اليهود. حينما يكذبون على الله عز وجل نلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بلفظ اليهود. لذلك كل المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي فترة المدينة كان الله عز وجل يقول عنهم يهود. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كل هذا الكلام الله عز وجل يسميهم باليهود. نعم. فهناك فرق كما نقول، هناك فرق بين أن يقال بنو إسرائيل وبين أن يقال يهود، حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قالوا من بني إسرائيل وليس كل بنو إسرائيل. فهناك فرق حينما يسموا بنو إسرائيل ويسموا يهود، وده هيوضح لنا إن شاء الله حينما نتحدث عن الشخصية وطبائع الشخصية اليهودية في القرآن الكريم، اليهودية وليس بنو إسرائيل. تمام. احنا عند هذه النقطة بنتوقف مع ضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ الجليل ماهر خضير، على أن نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. كنتم مع في طريق النور. الهندسة الإذاعية محمود الشناوي. الإعداد والتقديم إيمان عضو.